السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سر الليل، القناة اللي بتاخدكم في جولات مشوقة في عالم الطبيعة والأسرار الغريبة. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بنقدمها. النهاردة معانا موضوع شيق جدا هيخليك تتعرف على واحد من أهم وأغرب وأجمل الطيور اللي في العالم، الهدهد. لو مهتم تعرف أسراره تابع معانا الفيديو للآخر. الهدهد ده طائر مختلف جدا عن باقي الطيور، وعشان كده النهاردة هنتكلم عن معلومات غريبة ومشوقة عنه ممكن تخليك تبصله بطريقة مختلفة تماما. خليني أقولك إن الهدهد عنده عرف فوق راسه بيشبه التاج. العرف ده بيتفتح وبيقفل زي المروحة على حسب حالته. لما يكون خايف أو عايز يبهر الطيور التانية تلاقي العرف ده متفتح على الآخر، وشكله بصراحة مميز جدا، واللي شافه أكيد فاكر العرف ده. وعشان يكون الطائر خفيف في الطيران ووزنه قليل جدا، الهدهد بيزن ما بين 46 و89 جرام بس. يعني الطائر ده خفيف لدرجة إنه يقدر يطير بسهولة وفي نفس الوقت سريع. الهدهد من الطيور اللي بتحب الأرض، وده لأنه بياكل حاجات من تحت الأرض زي الحشرات والديدان. الغريب إنه بيقدر يسمع حركات الحشرات تحت التربة. عنده سمع قوي جدا بيخليه يحدد مكان فريسته بدقة. بيستغل منقاره الطويل علشان يحفر في التربة ويوصل للحشرات، ويعتبر أكله الأساسي هو اليرقات والحشرات الضارة. وده بيخليه صديق للمزارعين لأنه بينظف الأرض من الآفات اللي بتأثر على الزراعة. ورغم إن الهدهد بيحب الأكل من الأرض، إلا إنه مش بيحب المياه زي الطيور التانية. نادر جدا لما تلاقيه بيشرب أو حتى بيستحم بالمية، وده شيء غريب لأن معظم الطيور بتفضل المياه عشان تنضف ريشها أو حتى تشربها. لكن الهدهد بيعتمد على السوائل اللي بيحصل عليها من الحشرات اللي بياكلها. طبعا الطيور لازم تدافع عن نفسها من الحيوانات المفترسة، والهدهد عنده طريقة غريبة شوية. بيطلق ريحة غريبة مش مريحة أبدا لو حس بخطر. الريحة دي بتبعد عنه الأعداء، ودي حاجة مش بنشوفها في الطيور التانية. يعني الطائر ده عنده نوع من الأسلحة البيولوجية اللي بيستخدمها عشان يحمي نفسه. مش بس كده، ده كمان الهدهد ليه مكانة تاريخية عظيمة. كان رمز للحكمة في الحضارة المصرية القديمة. المصريين القدماء كانوا شايفين إن الهدهد بيحمل رسائل من الآلهة. وكمان جه ذكره في القرآن الكريم في قصة سيدنا سليمان لما الهدهد اكتشف مملكة سبأ وأخبر سيدنا سليمان عنها. القصة دي لوحدها بتخلي الهدهد من الطيور اللي لها قيمة مش عادية في التاريخ الديني. الهدهد من الطيور اللي بتهاجر مسافات طويلة جدا في موسم الهجرة. ممكن يسافر من أوروبا لحد جنوب أفريقيا. تخيل طائر صغير بالشكل ده بيقطع مسافات بالآلاف الكيلومترات. وده بيدل على إنه طائر عنده قدرة على التحمل والطيران لمسافات طويلة جدا. وعشان يقدر يعمل كده الهدهد بيتكيف مع أي بيئة بيعيش فيها، سواء كانت صحراوية زراعية أو حتى في المناطق الجبلية. الهدهد كمان عنده أجنحة مميزة بألوانها اللي بتجمع ما بين الأبيض والأسود، وعند الطيران بتاخد شكل زي الفراشة، حاجة ما شفناهاش في طيور كتير. تلاقيه بيتحرك بسهولة في الجو وكأنك شايف فراشة كبيرة بتطير. الأعشاش بتاعته بيعملها في أماكن غريبة، بيحب يحفر في الشجر أو في الثقوب اللي في الجدران عشان يبني العش بتاعه. البيض بتاعه كمان لونه مش معتاد، ما بين الأبيض والبني، وعدد البيضات بيكون من 5 ل7 بيضات. الأم بتحضن البيض لحد ما يفقس، وبعد كده بتبدأ في رعاية الفراخ الصغيرة لحد ما يتعلموا الطيران والاعتماد على نفسه. واحدة من الحاجات المميزة عند الهدهد هو صوته. الصوت اللي بيعمله الهدهد معروف جدا وبيتكرر زي ما يكون بيقول هدهد. ده بيفكرنا بقد ايه الطائر ده عنده صوت مميز، وتقدر تعرف انه حواليك لو سمعت الصوت ده في الطبيعة. رعاية الصغار عند الهدهد بتكون مسؤولية الأم بشكل كبير. الهدهد الأم بتهتم جدا بفراخها لحد ما يكبروا ويبقوا قادرين يطيروا ويعتمدوا على نفسهم. وكمان الهدهد عنده ديل قوي بيساعده في التوازن على الأغصان وفي الطيران. ده غير إنه بيقدر يتحرك بسرعة جدا وهو بيطير. وعشان الهدهد مش من الطيور اللي بتحب المشاكل بيحاول دايما يتجنب المواجهات مع الطيور التانية. هو طائر مسالم، وده واضح جدا في سلوكه مع الطيور التانية. وده خلى الهدهد يقدر يعيش جنب البشر بسهولة، وكمان تلاقيه في أماكن زراعية وحتى في المدن الكبيرة بيتكيف بسرعة مع وجود البشر حواليه.
واحدة من الحاجات اللي بتخليه محبوب عند الناس هي شكله المميز وألوانه الجميلة. الهدهد بقى رمز للجمال في ثقافات كتير حوالين العالم بسبب شكله وعرفه وألوان أجنحته المبهرة. كمان هو بيلعب دور مهم في الحفاظ على البيئة لأنه بياكل الحشرات اللي ممكن تكون ضارة. في النهاية الهدهد مش بس طائر مميز من ناحية شكله وصوته، لكن كمان ليه أسرار كتير وبيمثل جزء مهم من التاريخ والثقافة. الطائر ده بيجمع بين الجمال والذكاء والمكانة التاريخية. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع معنا كل جديد عن الطيور والحيوانات الغريبة والمميزة. شكرا، سلام.